أهلا وسهلا فيكم حبايب قلبي بيوم جديد وفيديو جديد على قناتي. قبل ما نبدأ بالفيديو بدي رحب بكل المشتركين الجدد يلي انضموا للقناة. أهلا وسهلا فيكم ونورتوا. ويلي لسه ما اشترك عم يشوف الفيديو لأول مرة معنا، لا تنسى تضغط على زر الاشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات على الكل وإعجاب للفيديو من بعد إذنكم. وبداية الفيديو حبيت صور لكم الوردات يلي مفتحين عندي هلأ. هاي الوردة اسمها العقربة أظن، وهي بتفتح بهذا الوقت، بتفتح بالشتوية. وهي الوردة الحمراء المفتحة يلي شفتوها أول شي، هي شتلة صغيرة من وردة كبيرة. الوردة الكبيرة للأسف ليك هي اللي عم أرجيكم إياها هلأ. هي أقدم وردة عندي وأول وردة اشتريتها بألمانيا، ولساتها يعني صار عمرها تقريبا هلأ 5 سنين. ويعني تقريبا صاروا هول الوردات عندي معمرين، يعني صار عمرهم كبير. مثل هي الوردة البيضة يلي عم تشوفوها هلأ، وفي وحدة لسه لونها زهر. فهي الوردة الحمراء يلي هي أقدم وردة وأول وردة أنا اشتريتها يعني ببيتي. للأسف ماتت، ما بعرف شو صار لها، وهيك بلشوا وراء يهروا ودبلت وماتت. فأنا عم حاول إني أنقذها، عم أعمل لها طرق إنقاذ وإن شاء الله بيمشي الحال. فهي الشتلة اللي شفتوها مزهرة أول شي هي نفدت منها، وإن شاء الله البقايا كمان عم حاول فيهم إنه أرجع شلشهم وأرجع يرجعوا ينزرعوا من أول وجديد يعني، وإن شاء الله بيمشي الحال. وهي الوردة البيضة ما شاء الله كتير مأزهرة، يعني ما شاء الله، يعني عن جد تفتيح الورد بجنن ما شاء الله. والوردة اللي عم تفتح يعني وخلص تخلص فعم تهر، فكنت حاط لكم كمان الوردات اللي هارين. وهي الوردة يلي لونها زهر، هي لسه ما لسه الزرار تبعولها صغار، هلا مبلشة عم تفتح شوي شوي. ما شاء الله، أنا بصراحة طاير عقلي فيهم، كتير بحب لما يفتحوا هول الوردات عندي. وهي الوردة بتفتح يعني مرتين أو 3 بالسنة. أنا بتذكر لما كنا بسوريا هي الوردة كانت ما تفتح غير مرة واحدة بالسنة، أما هون بألمانيا بتفتح أكتر من مرة، أكتر من مرة بتعطي زهور. وأنا كتير بحب ورداتي يعني، وكل يوم بشق عليهم وردة وردة، بشوف كل ورقة جديدة عم تطلع فيهم. فلهيك وقت بيزهروا أو بيعطوا إنتاج كتير بنبسط فيهم. هي الوردة الحمرا كانت أكبر وحدة فيهم، وهي الوردة الزهر والبيضاء يمكن جبتهم بعد سنتين، فهدول عمرهم هلأ تقريبا 3 سنين، الوردة البيضاء والزهر. وهون نبات السجاد، كنت عم فرجيكم انه لما يكون يطلع له ازهار فنحن لازم نشيل الزهر تبعه. يعني هو الزهر صار بياخد من غذاء النبتة، ولما وبس بتكبر الزهرة ما بتعود بتكبر النبات ما بيعود بيكبر. فهيك لما نشيل الازهار تبعه فالنبات هو نفسه بيكبر وبصار بيعطي خلوف جداد. هلا هي الوردة بشكل عام بتضعف بالشتاء، يعني بصاروا وراقها بيهروا بصاروا صفر. فهيك من هون لآخر الشتاء بتكون يعني هر منا ورق منيح. بس على بداية الربيع بترجع كلها بتأخلف، خصوصي من على الربيع بكرة من قصقصة، يعني مثل ما بيقولوا من جمّة وبنرجع بنزرع الخلوف الجداد. وهي النبتة الأساسية بتقوى، بترجع بتطلّع أوراق جديدة من أول وجديد. وهي النبتة كتير بتحب الإضاءة، فالأفضل إنه دائمًا نخلّيها على الشباك. لمّا تكون الإضاءة اللي عم تاخدها قوية بيكون لون الورق هيك غامق وعاطي على هذا اللون الزهر هيك الغامق. أما إذا كانت بعيدة عن الإضاءة فبتصار لون الورقة باهت، ما بتعود بتعطي هذا اللون الحلو. وانتم مبين عليكم كيف الورقات اللي فوق لونهم شي واللي تحت بالكعب شي تاني، فهي هي حسب ما تاخد الوردة إضاءة. وبعد ما فرجيتكم الوردات تعالوا نروح على المطبخ ونعمل له تعزيلة مرتبة. هون كان يوم عطلة وأنا عم استغل أيام العطلة لحتى إنه نظف البيت تنظيفة مرتبة. بقلب الأسبوع يعني ما عم ننظف إلا الضروري الضروري، فهي التنظيف العميق يعني ما عم نطفه غير بقلب العطلة. أهم شي لما بدي نظف المطبخ يكون عندي هذا البخاخ. هذا كتير منيح يعني، وبيزيل الدهون اللي بتطلع من الطبخ، أي بخار أي هيك. هذا البخاخ كتير منيح عن جد، ما بيخلي دهون أبدا، وأنا من زمان بستخدمه يعني ما بستغني عنه خصوصي بتنظيف المطبخ. فبلشت رش على الخزن وامسحهم، وامسح المجلة وهيك يعني بمسح المطبخ كله، كل شي باين وبيجي عليه من بخار الطبخ. فبتلاقوا انتوا على المدة بيعطي هيك يعني طبقة خفيفة مثل الزفرة. فهذا البخاخ كتير منيح، ما بيخلي هاي الطبقة أبدا. وأنا تقريبا كل أسبوع أو أسبوعين بعمل هاي التنظيفة، فهيك بيضل المطبخ عندي دائما نظيف. خلصت أول جنب، مسحت فوق وتحت ومسحت ماكينة القهوة وشلت القطع تبعولها مشان أغسلهم. وهون بلشت بالغاز. بخيت من هذا البخاخ وجبت الليفة وليفته.
بعدين بجيب المجحاف، هاي القطعة خصوصي للغاز يعني، أي شي بيكون معلق على الغاز هي متل الشفرة فبتشيلن، فهيك بضل بحف الغاز لحتى ما يضل عليه شي، وبعدين بمسحه وبشيل الصابون عنه. فبمسح الغاز أول شي بممسحة رطبة يعني، بشيل عنه الصابون، بشيل كل الصابون ع سوا، وبعدين بجيب شي ناشف يعني ممسحة ناشفة أو بشكير ناشف، وبنشف الغاز منشان ما يضل عليه تمشيحات من المي. فالغاز والبراد والفرن دائما يعني بعد ما امسحهم برجع بنشفهم بقطعة ناشفة. وحطيت الغطا تبع الغاز، وكمان رجعت بخيت عليه ومسحته. وهون انتقلت على الجنب التاني يلي حد الغاز، كمان مسحت فوق. وهون بلشت امسح العلب تبع الزيت والدبس الرمان، وهي الشغلات اللي حاططها على المجلة كمان صرت امسحها وشيلها مع جنب. ومسحت قفل المجلة ومسحت المجلة وكل شي رتبته ونظفته. وهون أنا عم نظف فأجا ببالي فكرة إني غير الديكور شوي، فقررت إني شيل علبة البهارات هدول تبعول البهارات، حطهم على التال التاني من المطبخ، وجيب لهون على الزاوية ماكينة القهوة. وهلأ بتشوفوا يعني عملت هذا الشي، بس بعدين بدي لكم بعد ما خلصت الفيديو أو تاني يوم ما عجبني الوضع كتير، وحسيت بتلبك يعني مثل ما كنت حاطة بالأول أفضل ومريح لإلي أكتر، يعني إنه وقت بدي أتناول علبة الملح أو بدي بهارات أو أي شي فكان أفضل. وماكينة القهوة ما حسيت منظرها هون كتير ظابط، فرجعتها مثل الأول، رجعتها على الطرف التاني ورجعت علب البهارات على مكانها. وهون خلصت التالي المجلة والخزن، ومسحت يعني تحت المجلة والجلاية وكله تمام، وبلشت اجلي الجليات. هلا الجلي اللي بينحط بالجلاية فورا بحطه بالجلاية، واللي ما بينحط فبغسله على ايدي. بجيب بشكير ناشف وبحطه على المجلة، لأنه هون المجالي عنا كتير صغيرة. عن جد هذا الشي كتير سيء يعني، فما في مكان يعني إنه ليش الجلاية ضرورية هون. عن جد بتلاقي المجلة كتير صغيرة، وإذا عندك جلي كتير الواحد كتير بيتلبك، فيا أما بدأ الواحد يعني يضل عم يجلي ودغري ينشف، فصعب. فأنا بجيب وقت يكون عندي هيك جلي بدي أجليه على إيدي، بجيب بشكير بحطه على المجلة، وبصار الجلي اللي بيجليه بحطه على البشكير، لأنه إذا حطيته كله قدامي مستحيل يساع. وهي الدفة كنت مقطعة عليها فروج كمان، هاي الدفة خصوصي للفروج واللحمة، بخيت عليها كلور وغسلتها بمي سخنة. ايه وهيك بعد ما بجلي كل الجلي برجع ببخ كلور على المجلة، وبحط صابون على الليفة، بغسل الليفة وبحط لها صابون وبليف المجلة. هلأ بليف يعني وقت بدي نظف المطبخ بنظف كل شي تنظيف عميق. يعني هاي التنظيفة مو كل يوم بنظفها، بس يعني إذا كل أسبوع عملنا هذا الشي بضل المطبخ دائما نظيف وعم يلمع. فليفت المجلة والحنفية وهي القطعة يلي بحط فيها الليفة، وهلأ بشيل الصابون عنّن، وكمان بشطف بالمي يعني كل المجلة، وبرجع بمسحها بقطعة فيها مي، وبرجع بمسحها بقطعة ناشفة. بس هون المجلة يعني حتى لو مسحتها بتضل الواحد عم يشتغل، وبيضل عم يتلي المجلة مي. فهي المسحة تبع بمسحها بشي ناشف بخليها لآخر شي، لحتى ما يكون ضل عندي شي بالمطبخ أعمله. والمماسح بينغسلوا معي شي 3000 مرة وأنا عم نظف. هدول المماسح كل يوم يعني كل يوم إلهم استخدام، كل يوم بينغسلوا شي 3000 مرة. فكمان بخيت من نفس البخاخ لورا المجلة هون. هلأ ما بكت مي كتير كمان مشان ما ينتزع الخشب، فبخيت ومسحت ورا المجلة. كمان جيت على طاولة السفرة كمان بخيت ومسحتها. وشفت هون لقيت وش هاد الكرسي موسخ بده غسيل، فشلته وحطيته بالغسالة. مسحت الطاولة ونشفت وحطيت الغطا عليها. وهلأ بروح لاتجاه البراد كمان نفس الشي، ببخ عليه من هذا المنظف وبمسحه وبرجع بمسحه بقطعة ناشفة. اوف انا عم شوف الفيديو عم اقول يا ريت يكون التنظيف بهي السهولة مثل ما مبين بالفيديو. كلها الفيديو كله 10 دقايق، يعني تنظيف المطبخ أكل شي 6 دقايق تقريبا من الفيديو، ونحنا بنضل أكتر من ساعتين 3 ونحنا عم ننظف بالحقيقة. بس يلا مو مشكلة، شو بدنا نعمل. وهون بس خلصت تنظيف كل شي يعني كل المطبخ خلص، فبجيب المماسح وبغسلهم. بحط دوا جلي أو دوا غسيل، وبحط عليهم كلور وبنقعهم شوي، يعني بنقعهم شي ربع ساعة نص ساعة هيك حسب. بعدين برجع بغسلهم على سوا من الصابون وبحطهم بنشفهم. وهون آخر شي ما ضل عنا غير الأرض، فجبت المكنسة كنست الأرض. وبعدين بجيب الممسحة
وصار ببخ معطر على الأرض وبمسحها، وهيك بيكون المطبخ معنا خلص. بس غير شكل راحة نفسية لما الواحد ينظف، عن جد بيرتاح نفسيا، بصار هيك له نفس يفوت على المطبخ ويطبخ وهو مرتاح. هيك بعد ما خلصت تنظيف ومسح وكل شي، ومديت المدرج يلي حاطته تحت على الأرض يعني. أنا إن شاء الله ناوية أجيب سجادة للمطبخ، بس لساتني عم فكر بالموضوع يعني، بما إنه عندي ولاد صغار والولاد دائما بتهرهر، فمتحيرة بهذا الشي، إني أجيب سجادة للمطبخ ولا خليه هيك. يعني هيك أريح، إنه بس يهروا شي دغري بكنس وبمسح. فما بعرف، انتوا عطوني رأيكم. ولهون خلص الفيديو معنا، إن شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا منه. واوعى تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك. وهلأ بدي لكم سلام.